رحلتنا الترابية وخريطة المغرب من طنجة إلى البويرة في قلوب وعقول كل المغاربة، ولن يزيلها لا الخطأ ولا العمد. الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، إلى يوم الحشر رفعت الأقلام وجفت الصحف. إخواني أخواتي، وكما تعلمون كان من المرتقب أن تخصص الدورة السابقة لاستكمال هياكل الحزب كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، لكن فرضت طبيعة مكان الاحتضان على أرض مدينة الداخلة حاضرة إقليم وادي الذهب أن تكون الدورة السياسية أكثر منها تنظيمية، وهذا ما جبلنا عليه في الحركة الشعبية على امتداد أكثر من 6 عقود. حضور هاجس الوطن الذي يسمو فوق كل الاعتبارات، فالوطن عندنا فوق الحزب، وبنفس الحزب الاستراتيجي. لا يمكننا بهذه المناسبة أيضا إلا أن ننوه بالمبادرة الملكية السامية التي تندرج في سلسلة من المبادرات السياسية والتضامنية والإنسانية لصاحب الجلالة حفظه الله اتجاه الشعب الفلسطيني بغزة بصفته رئيسا للجنة القدس، وهي المبادرة المتميزة عبر تقديم الدعم الإنساني لضحايا الغطرسة الإسرائيلية، والتي تنضاف إلى جهود جلالته لإقرار السلم في المنطقة ودفاعه المستميت لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام. إنها مبادرات تعكس مجددا المكانة المرموقة للمملكة المغربية كشريك استراتيجي في عالم مطبوع بالتحولات، كما تعكس صورة المغرب كأرض للعيش المشترك بين الأديان والحضارات والثقافات. ولأن المناسبة شرط، نقف إجلالا واعترافا للقرارات السامية والحكيمة لملك الإصلاحات البنيوية والهيكلية، ملك يرسخ مغرب المؤسسات ويصون المرجعيات الدستورية والهوياتية في إطار مبدأ الوحدة في التنوع، ملك يجمع بين قائد دولة عظيمة وبين إمارة المؤمنين الضامنة للأمن الروحي لجميع المواطنات والمواطنين. وخير دليل على ذلك البلاغ الملكي السامي الصادر يوم الجمعة بما يحمله من رمزية، كون الجمعة عيد المؤمنين وكون البلاغ صادرا عن أمير المؤمنين، يحيل من خلاله مشروع تعديل دولة الأسرة إلى المجلس الأعلى العلمي. بلاغ جسد من مرة أخرى حرص أمير المؤمنين على قيم الاعتدال والوسطية والنموذج المغربي الأصيل في بناء هذا التعديل. بلاغ رسم كالعادة معالم الإصلاح للأسرة كمجتمع ديمقراطي مصغر تتلازم فيه الحقوق بالواجبات وتؤثره الثوابت الدينية القطعية بروح الاجتهاد البناء، وفي ذلك رسالة سامية لنبذ كل أشكال التطرف أيا كانت فلسفته ومنطلقاته أو هويته أو جنسه. إنها منهجية ملكية حكيمة في تدبير كل الإصلاحات المجتمعية المبنية على المقاربة التشاركية من خلال إشراك جميع المغاربة ومختلف مكونات المجتمع. وأملنا في الحركة الشعبية أن تقتبس الحكومة روح هذه المنهجية في تدبيرها لمختلف القضايا المجتمعية ذات الحساسية السياسية والاجتماعية، بعيدا عن وازع الاستقواء العددي العابر والمتحول والمتحور. أخواتي إخواني، نعم ندعو الحكومة باقتباس هذا النهج الملكي في الإصلاح، وهي مناسبة للوقوف على بعض الملفات الساخنة التي عجزت الحكومة على تدبيرها. لكن قبل ذلك ربما وجب إخباركم ببعض المحطات أهمها الأحداث التي طبعت الدخول السياسي الماضي، وخصوصا الجدل الذي رافق ملتمس الرقابة وموقفنا منه كحركة شعبية، ثم ربما التدافع لكم تبعتوا هذا الشيء عبر إعلام على لجنة العدل والتشريع. البداية كانت على أعمدة الصحف، قرأنا كما قرأ الجميع نية مكون من المعارضة تقديم ملتمس الرقابة
اتصلوا بنا رجال ونساء الاعلام، طبعا بغاو يعرفوا ملابسات هذا الملتمس. جوابنا كان واضحا، لا علم لنا بذلك. طرحوا سؤال اخر: كيف يتم طرح هذا النقاش من مكون من المعارضه، ومكونات المعارضه لا علم لها بذلك؟ بعدها كان لنا لقاء مع السيد رئيس الشجر بحضور السي نبيل بن عبد الله، وانذاك طرحت عليه الفكره. طبعا رد الفعل ديالنا كان: كيف يعقل ان نقاش يعني كمعارضه نكون اخر من يخبر به، علما ان الصحافه اتصلت بنا وابدينا راينا في الموضوع قبل هذا اللقاء. انا شخصيا صرحت لجريده ناطقه بالفرنسيه ان ملتمس الرقابه في هذا التوقيت تقدير غير موفق. لماذا؟ لانه يتزامن مع تقديم حصيله نصف الولايه، الشيء اللي ربما غادي يخلق واحد النوع من الارتباك عند المواطنين. هذه كانت الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، وهذا سؤال طرحته على السيد الشجر: حتى لا يفهم ان الامر يتعلق بابتزاز سياسي، واش مستعد انك تصرح كما صرحت الحركه الشعبيه والتقدم الاشتراكيه انك غير معني بالتعديل الحكومي المرتقب؟ غير معني بالتعديل الحكومي المرتقب ان كان هناك تعديل. طبعا الجواب ديال السيد رئيس لم يكن واضحا، علما ان الجواب هو النفي او الايجاب بالدارجه، او لا. قلنا بالحرف من الناحيه المبدئيه ليس هناك، انا اسمح لي انما كنوصل لكم بكل امانه وغادي نقول لكم علاش، ليس هناك اختلاف، ولكن كلها يقولها بطريقته. ليس هناك اختلاف، ولكن كلها يقولها بطريقته. مزيان، فهمنا ما فهمنا. قلت على كل حال هذا الموضوع لا يمكنني اخذ القرار فيه لوحدي، لان خاصني نرجع الاجهزه ديال الحزب للتداول في الموضوع، وربما حتى لانضاج الفكره. التقينا المره الثانيه وهنا طرح الفكره ديال لجنه العدل والتشريع، بمعنى سمعنا بان هناك طموح لترأس هذه اللجنه من فريقكم. قال لي هذه امور تخص الفرق النيابيه، قلت مع راسي كما اكيد غادي تكونوا حتى نتوما كتسائلوا كيفاش نسقوا فكره طرحوها بلا اخبارنا، وغدا غادي ندابزوا على لجنه. ما هادشي ما بان لنا ما راكبش. هنا بانت الامور ربما فقد نوع من العمق ويغيب عنها ايضا المنطق. طوينا الموضوع، جينا للجنه العدل والتشريع. طبعا كتعرفوا هذه اللجنه ديال العدل والتشريع كياخذها يعني في النظام الداخلي تؤول الى المعارضه. الفريق الاول في المعارضه طبعا في اطار التوافق اللي كاين في البرلمان على مستوى مجلس النواب عنده الحق يعتمد يعني اللجان اللي بغا يعني على مبدا النسبيه. مشينا في هذا الطرح في البدايه، اللجنه انذاك ما بغاها حتى واحد، ولكن حنا تشبدنا بها. حنا عرفنا الاهميه ديالها وعرفنا الاوراق اللي جايه، فبالتالي اللجنه لا تقل اهميه عن اللجنه الاخرى. لقينا راسنا في موقف ديال تنازع على اللجان. اللي احتجينا عليه هو ان خرجوا شي جهات ذات الفقه الدستوري، وفي الواقع شارين على القانون، تنظار ما يحتاجش الدوم. كيتحدثوا على ان الفريق الاول في المعارضه عنده الحق في اللجنه على مبدا النسبيه، وهذا خطا. النسبيه يا ساده في الدستور كيهضر على التكوين ديال اعضاء مجلس النواب، ما كيهضرش على اللجان، وهذا هو الجهل الاول. في اللجان اعتمدنا مبدا ديال التوافق. السؤال كيفاش البارح اتفقنا ولا ما نخرقوا التوافق؟ وغادي تكون اللجنه الوحيده اللي كانت موضوع خلق هذا التوافق. طبعا هنا كان عندنا رد فعل مع الاخوان في الاستشاره مع واحد المجموعه ديال الاخوان مع الكتل السياسي، وايضا مع السيد رئيس الفريق واعضاء الفريق الحركي مجلس النواب.
قلنا غادي نمشيو للخيار الديمقراطي. لما لا؟ يمكنش تكونوا حنا في مؤسسه دستوريه ديمقراطيه وغادي يقول كيف هنا الخيار الديمقراطي. شنو هو المشكل؟ ندوزو للتصويت اذا قدر ولا زال ندوزو للتصويت ما كاينش ما كيتصبحش. هنا وجهنا باحتجاج اخر هو ان الاخوان اتصلوا بنا من السيد الرئيس قال لي بان راه هناك تهديد ديال الاخوان انهم يقاطعوا جميع الهياكل والاجهزه المجلس الى مشينا للتصويت. طبعا عندي واحد الصفه هو انني نائب رئيس مجلس النواب. هذه الصفه شويه حاجتنا انا والسيد رئيس كان عندنا نقاش كبير فيها. السيد رئيس مجلس النواب قال لي سي محمد خاصك انت مبدئيا خاصك تكون جزء من الحل ماشي جزء من المشكل. قلت حنا الحركه الشعبيه كما ذكر بها السيد الرئيس احنا حزب ديال المواقف ماشي ديال المواقع، لان المواقع عابره ولكن المواقف يدونها التاريخ. انا غادي نمشي ناخذ موقف يمكن ناخذ بوحدي، ولكن باش كندخل في الموقع عاد نضربوا عليه الالاف، وهذا هو الفرق بين المواقع والمواقع. ما نطولش عليكم. كانت وساطه ديال السي نبيل عبد الله والسيد رئيس مجلس النواب، وكانوا جاوا الاخوان رؤساء الفرق بمجلس النواب اغلبيه ومعارضه، جاوا عندنا الفريق بحضور السيد رئيس الفريق السيد رئيس. ففي هذه اللحظه مررنا رساله اخرى، قلنا حنا راه غير يعقلوا على ويستحضروا مواقف الحركه الشعبيه، بان فعلا اذا كانت كتقول المواقف ماشي المواقع يعني كنجسدوه مره اخرى. فاحنا كبار على ان نقدموا التواجد ديالنا ديك القبه الموقره في مجرد اللجنه اللي المشكل ماشي في اللجان ولكن في المضمون اللي غتعطي هذه اللجنه وفي العمل اللي غادي يكون على مستوى هذه اللجنه. اخواتي اخواني، طبعا ابانت الحكومه بعد نصف ولايتها عن عجزها البنيوي والوظيفي في صناعه حلول سياسيه لقضايا الملفات تفتحها دون القدره على ادارتها. والاخطر من ذلك ان مقاربتها المحدوده تصنع التوتر وتزرع بذور الاحتقان بعناوين تؤكد مرارا وتكرارا ان هذه الحكومه المحظوظه بنتائجها الانتخابيه وهيمنتها العموديه على تسيير جميع المؤسسات بدءا من الحكومه الى اقصى جماعه محليه في الجبل تملك جميع مقومات النجاح، سوى ان تكون حكومه سياسيه لا في تركيبتها ولا في مضمونها ولا في ادائها. فبحسن الوطني الصادق وبروح المعارضة البناءة استبشرنا خيرا ليلة 8 شتنبر بحكومة تعلن أنها حكومة أزمة، لنكتشف بعد 2 ونصف أننا أمام أزمة حكومة. ونحمد الله على بلادنا، لها منطق دولة أكبر من كل الحكومات العابرة، منطق دولة تدخل ويتدخل أكثر من مرة في احترام للدستور ولإصلاح ما أفسدته السياسات العمومية المنتهجة والعاجزة إلى حدود الساعة على مواكبة السياسات العامة التي تسطرها الدولة تحت إشراف جلالة الملك رئيس الدولة. المغاربة إذا تحدثوا معنا هذه المواضيع كثيرة ما عرفتش كاع من غادي نبدا لكم ولا من غادي نسير. التقرير كنت كنفكر فيه البارح اش غتقول واش ما غاتقولش. العيد الكبير شفتوا المغاربة كيتكرسوا فيه، المغاربة عجزوا عن توفير الحول، ماشي هما اللي عجزوا، المسؤولين اللي عجزوا انهم يوفروا الحول، والمغاربة لجؤوا الى حلول لسد هذا العجز وانقاذ ماء الوجه. وهذا في ظل الحكومة رسمت التمايز الاجتماعي وهي تروج لشعار الدولة الاجتماعية. حكومة عجزات المغربي الأخضر في مقاومة المغربي الأصفر. حكومة لم توفر حتى التوابل للمغاربة. التعليم لن أقف عنده طويلا لأننا تحدثنا
عنه بما يكفي وأبرنا ربما الثياب. لا مستقبل لإصلاحات الحكومة المزعومة في غياب الالتزام بالمرجعية الإصلاحية التي أجمع عليها المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، عنوانها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين، والتي ترجمها المغاربة بالإجماع إلى قانون الإطار. وإذا بنا أمام حكومة تعلن القطيعة الوهمية مع هذه المرجعيات، فإن النصوص التنظيمية لتفعيل هذا القانون الإطار بعد تجاوز السقف القانوني لإصدارها، والمحدد سقفها في حدود 2022. أين الكليات والمؤسسات الجامعية؟ 34 مؤسسة أبرمت في شأنها اتفاقيات رسمية بين الحكومة السابقة والجهات والجماعات، خصصت لها الأراضي والتحويلات ونالتها التشطيبات وبدون مبررات. أي مستقبل لمنظومة التربية والتكوين في ظل حكومة تلغي المرجعيات وتخصص الملايير من ضرائب الشعب للمناظرات والمشاورات؟ ماذا فعلت الحكومة للتعليم الأولي؟ ماذا فعلت الحكومة لفض الاحتقان وحتى في زمن الامتحان؟ أي منطق للحوار الاجتماعي في قطاع يحابي نهارا النقابات ويغازل ليلا التنسيقيات؟ كيف يستقبل المغاربة نتائج البكالوريا بأرقامها غير مسبوقة في ظل توقف الزمن الدراسي لمدة 3 أشهر؟ خلاصة القول إن إقرار السلم الاجتماعي في قطاع التعليم يتطلب إعلان توبة سياسية من طرف الحكومة، لا يمكن تبرير هذه القطيعة بالتنظير لمدرسة الريادة وشارة الجودة في غياب البوصلة الاستراتيجية للإصلاح. نريد مدارس الريادة للجميع والتميز للجميع والجودة للجميع. إننا في الحركة الشعبية إن كنا نناضل من أجل الكرامة فإننا نتوق لمغرب تتساوى فيه الحظوظ وتتكافأ فيه الفرص، ولن نقبل التدابير المستترة لضرب المجانية في التعليم وبالتقسيط تحت مسمى مدارس الريادة والجودة. إنها يا سادة تابعوا معي مزيان، إنها بداية التشريع والاحتشام لخوصصة التعليم. 615 مدرسة انخرطت في مشروع مدارس الريادة، مدرسة القطاع الخاص، مدرسة الجودة، مدرسة التميز، ومدرسة الريادة، ثم مدرسة الشعب المحرومة من هذه الشعارات تأتي في ذيل هذا الطموح. إنها عناوين تخفي الرؤية الحكومية المحتشمة لخوصصة التعليم ورفع يد الحكومة على توفير تعليم جيد قائم على تكافؤ الفرص لجميع المغاربة في المدن وهوامشها كما في القرى وجبالها. وكما هو الحال في قطاع التعليم، فالحكومة تستعد لرفع يدها عن أنظمة التقاعد، فلا رؤية لها للإصلاح ما عدا إنتاج ما تنتقده في مجال الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة، حكومة الإبداع ومسار الثقة لا بديل لها غير رفع السن والزيادة في الاقتطاعات من جيوب المنخرطين وتقليل نسبة المعاش. فأين البديل والمسار الجديد؟ المؤسف كدعم مؤسسات عمومية مقبلة على الإفلاس بدون محاسبة ولا تقييم حكمتها من قبيل المكتب الوطني للمطارات والخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للماء والكهرباء وخارج أعين البرلمان. هذه مؤسسات وجهت الإفلاس جبد وعطيها، ما كنحاسبوا ما عرف الحكمة ديالها، ما عرفناش اللي وصلها لهذا الإفلاس، ما كاين غير جبد وعطي المواطن ويوصل الصراط المستقيم. طبعا سؤال كبير، لماذا ترفض الحكومة أن تستعمل هوامشها القانونية والمالية لإنقاذ صناديق التقاعد بعيدا عن جيوب المواطنين والمواطنات؟ لماذا لا تستعمل الحكومة هوامشها لخدمة مغرب الهوامش؟ هوامش كيبانو ما بقاش كيبغيو، وبعيدا الأخرى على أعين البرلمان. كندوزو قانون مالي كنصوتوا عليه، غادي بغيت نشرحها لك واش فهموها. كندوزو قانون مالي كنصوتوا عليه، كنعرفوا الميزانيه التوجهات ديالها في المحدده، ومن بعد كتبان شي حاجه، كتبان شي هوامش بالملايير. ما يمكنش هز من هنا وعطي من هنا، هذه راه ماشي يمكن 10 مليار 20 مليار ديال الدرهم، بعيدا كما قلنا على النقاش وعلى التوجيه وعلى التصويت
وعلى تحديد الميزانيه اللي كان على مستوى القبه البرلمانيه. لماذا نستعمل الحكومه هوامشها لخدمه مغرب الهوامش وتعفي الفلاحين الصغار من ديونهم التي تبرر به فشلها في تدبير ازمه الجفاف؟ لماذا لا تعفي الحكومه المتابعين بالدعائر الغابويه والمحرومين من دخول الاسواق الاسبوعيه تحت طائله الحبس والاعتقال فقط لان البقره ديالهم والعنزه ديالهم والحمار ديالهم حاجتهم دخل الغابه خلسه او بحثا عن خشب يحميهم من برد الشتاء وصقيع الثلج في غياب بدائل حكوميه توفر لهم بدائل امام غاز البوطان. وهي مناسبه للوقوف على هذا الموضوع. البوطه كما كتعرفوا ارتفعت هذه السنه ب 10 ديال الدراهم دون احتساب استعمال المسافه التنقل. حنا دابا واقيلا صحاب المدينه ما عندهمش الحساب ديال صحاب المدينه. البوطه في جماعات عندنا في الرباط ولا في كازا راه ماشي هي الثمن ديالها في تيلمي ولا في تميوس ولا في كنزون. هذه مناطق كتوصلها البوطه باثمان تفوق ثمن الحكومي الرسمي، ناهيك عن تداعيات مرتبطه بارتفاع السعر. السنه المقبله وبعدها غيستمر رفع ثمن البوطه ب 10 دراهم عن كل سنه الى غايه 2026. الى غايه 2026 وهو ما نعتبره سقف انتخابي غير مفهوم. غادي نحبسوه في 2026. فهل الغايه هو توريط الحكومه المقبله كما تعلق الحكومه الحاليه فشلها الحكومات السابقه؟ مبرر الحكومه في رفع سعر البوطه طبعا هو تمويل الحمايه الاجتماعيه، والمؤسف انها تبرر ذلك ببند من بنود قانون اطار الحمايه الاجتماعيه التي وضعته الحكومه السابقه. فلماذا لم تعدل هذا البند او غيره اذا كان ذي نجاح؟ مفهموش حاجه عباد الله، مفهموش حاجه احيانا غير عام. بنفس الروح النقديه الايجابيه ننخرط في ورش الحمايه الاجتماعيه باهدافه النبيله اللي اسمها سيدنا الله يسرو كسياسه عامه واختيار استراتيجي للدوله. وبنفس الروح نختلف نسائل الحكومه حول اليات تنزيلها وضمان نجاحها. فهل من المقبول ان نقيد حق المغاربه في حمايه اجتماعيه ومستدامه بمؤشر زئبقي بحال الزواق تحدده الحكومه دون مبرر مقنع وفي غياب خريطه للفقر والهشاشه واضحه؟ كيف لمواطن المواطنين ان يبحث عن شغل ما دامت الحكومه عاجزه عن توفيره وقد يفقد الدعم الحكومي المحدود طبعا تحت طائله وسطوه المؤشر؟ في منظور الحركي نعتبر مقومات الدولة الاجتماعية الحقيقية هي الشغل المستدام والصحة للجميع والسكن اللائق للجميع والكرامة للجميع، وليس مجرد برامج مؤقتة كالدعم المباشر وفرصة وغيرها التي انتهت بشباب مغاربة صدقوا رواية الحكومة وكانت في النهاية دهاليز المحاكم ومتابعات الأبناء. الدولة الاجتماعية الحقيقية هي تقليص النسب غير المسبوقة للبطالة في هذه الحكومة التي خسر في هذه المغاربة آلاف فرص الشغل. فأين هي مليون فرصة شغل؟ واللي ما كتستحضرش 3 مليون فرصة شغل اللي ضيعنا بسبب كورونا. فهل نحن أمام حكومة تدبير أزمة أم مرة أخرى كما استسلفت أمام حكومة أزمة؟ حكومة عجزت حتى عن استعمال، وتابعوا معايا، حكومة عجزت عباد الله كيعوز على الخدمة الشغل المناصب ديال المالية المخصصة ما تستعملهاش عباد الله. من أصل 28,000 منصب سنة 2023 28,000 منصب سنة 2023 وضفت الحكومة 4,500 منصب بمعدل 15%. بمعدل 15%. لاش صح هذه المناصب اللي كتجي كتأسس لنا قانون المالية ونتبجح بها في المرافعات، ولكن في التنزيل والتفعيل كنلقاو من 28,000 منصب يلا وصلنا 4,500 أي بمعدل 15%. فكيف نفسر للمغاربة هذه المعادلة في ظل تراكم آلاف الخريجين حامل الشواهد العليا للمعطلين؟ وقس على ذلك هذه السنة 30,000 أيضا مخصصة للتوظيف العمومي. وانتبهوا معايا ما غتلقاو منها ايضا الا معدل اللي ما غيبعدش بين 15 و 16%. اي حلول حكوميه للتشغيل في ظل الافلاس المتواصل للمقاولات في عهد حكومه الكفاءات؟ اخواتي اخواني بنفس الروح النقديه في الجامعه، نؤكد ان الدوله الاجتماعيه لا يمكن بناء اسسها من طرف حكومه غير اجتماعيه.
حكومة تهين الوسائط المؤسساتية ولا تعير أي اهتمام لكل من يعارضها وعاجز عن استيعاب الديناميات المجتمعية والمجالية المتداولة. فكما فشلت الحكومة في بلورة نموذج اقتصادي مستدام يخرج الاقتصاد الوطني من الهشاشة البنيوية الملازمة له والمطبوعة بالارتفاع المتواصل للمديونية ولجوء الحكومة إلى ما تسميه التمويلات المبتكرة لسد عجزها المؤقت وتوفير التمويلات التي تستعملها في الهوامش في صيغة خوصصة مقنعة وفي غياب أي تفاعل إيجابي للحكومة لحد الآن مع التوجيهات الملكية لإعادة النظر في التوجيهات الاستراتيجية للسياسات المساهماتية للدولة وإعادة تشكيل المحفظة العمومية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية طبعا. فقد فشلت الحكومة في مجال السياسات العمومية الاجتماعية كما فشلت في بناء نموذج جديد في مجال السياسة اللغوية والثقافية الوطنية كما أكد على ذلك الدستور الجديد في ديباجته وفصوله. فلا الأمازيغية ترسمت رغم الملايير المخصصة لها والتي لا نعرف أين وكيف صرفت، ولا التعابير اللغوية والثقافية الأخرى وجدت سبيلا إلى برامج الحكومة. خلاصة الحكومة تشرع لشعب تتنكر لهويته. إخوتي أخواني لن أطيل عليكم أكثر من هذا، فقط هو غير من فيض، هي خواطر، هي هواجس وتخوفات ملكها هذه الصغيرة التي نتقاسمه جميعا، وبها نطمح إلى مغرب الكرامة، مغرب الشموخ والعزة، بلد السلاطين والأولياء الصالحين، حفظه الله من جشع الطامعين وعين الحساد المتربصين إن شاء الله إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.